طلّقني ولد عمتي حيت ما كنولدش، وحلفت نعاود نثيق في راجلي. معكم سلوى، بنت عائلة متوسطة، الحمد لله معندناش وما خصناش. كان الحلم ديالي ماشي نكمل قرايتي ونخدم، ولكن كان الحلم ديالي نعيش قصة حب أسطورية. واحد النهار فقت على صوت ماما كتقادو توجد وتجمع ودير وهادي، وجات كتفيق فيا: نوضي عاونيني، نوضي جمعي الدار معايا، نوضي هادي. سولتها قلت لها: ماما شنو واقع؟ قالت لي: صافي دابا تعرفي من بعد، دابا غير عاونيني. صافي هاديك نوضنا جمعنا الدار، قادينا داكشي اللي غيتقاد وجدنا وهادي. قلت لها: غير قولي لي شكون جاي عندنا. قالت لي: دابا تعرفي. سالينا. قالت لي: ودابا سيري دوشي وقادي راسك. سالينا مشيت دوشت قديت راسي، ما عرفاش حتى شنو كاين ولا شكون جاي عندنا. صافي هي هاديك طلقنا على البخور في الدار، والأجواء زوينة كلشي هو هداك. مشيت لبست واحد القفيطين، قديت راسي شوية حتى كنسمع دقان في الباب. مشات ماما حلت الباب، كانت جات عمتي وراجلها وولدها وبنتها. دخلتهم ماما للصالون، جلسوا رحبات بيهم وهي تجي عندي ماما للكوزينة. قالت لي: سلوى ما تجيش حتى نعيط عليك. قلت لها: صافي ماما. بقيت كنقاد كنوجد اتاي نحط داكشي في الطباصل وهذا شويه حتى كتعيط عليا ماما. دخلت كنسلم عليهم وهي تقول لي: عمتي وتبارك الله على عروستنا. ما فهمت حتى شي حاجه، تزنقت وحشمت. وهضرت عمتي مع ماما وقالت لها: بنتك راه بنتي وما ينقصها حتى خير معانا، كوني مهنيه من جهتها. وتما عاد فهمت انهم جاو يخطبوني لولد عمتي محمد، وبابا حتى هو كان موافق وعاجبو الحال، وانا ما قدرت نقول حتى شي حاجه غير انني نوافق، حيت ماما وبابا صافي بحال عطاوهم الكلمه. والصراحه انا كان الولد عاجبني حيت كان زويون، الشكل ديالو مقبول. صافي المهم ما كان عندي حتى شي مشكل. داز كلشي بخير، اتفقوا على التفاصيل ديال العرس وضرب الصداق. داز تقريبا شي 2 سيمانات كنا ضربنا العقد ودرنا العرس، ومشيت لداري مع راجلي. الصراحة كنت فرحانة بزاف وعجبني الحال. دخلتنا عمتي اللي هي عجوزتي بصلاة والسلام والزغاريت وفرحانة بينا. دخلنا لبيتنا انا وراجلي محمد، ما حيدش عينو عليا وقال لي: انتي اجمل وحده كنشوفها في حياتي. انا ما عرفتش، واقيلا درت شي حاجه زوينه، داكشي علاش ربي جازاني بيك. حشمت وهبط راسي. قال لي: لا ما تحشمش مني، انا دابا راجلك ومع الوقت غادي تولي فيني. الحمد لله عشت معاه احسن ايام في حياتي. كان ونعم الزوج، ظريف حنين بزاف معايا. حسيت معاه بالراحه والامان اللي ما عمرني حسيتهم في حياتي. كل لحظه وكل ساعه كنكون معاه كنحس براسي طايره في السما وماشي في الارض. كل لمسه منه كتخليني نزيد نتعلق بيه اكثر واكثر. اخيرا تحقق الحلم ديالي وعشت أجمل قصة حب مع راجلي. الحمد لله ما كان عندي حتى شي مشكل مع حتى شي واحد، عايشة بخير وعلى خير. داز تقريبا 6 شهور على زواجنا، حتى لواحد النهار حسيت بالدوخة وغيبت وطحت. من فقت لقيت راجلي واقف عند راسي وعجوزتي حتى هي كيقول لي: واش شويه لاباس؟ باش كتحسي؟ باش عادي؟ وعجوزتي فرحانه وكتزغرد: صلاة والسلام فرحانه. هزني راجلي وداني عند الطبيبه، بقات كدوز عليا ولقاتني ما حاملاش، عندي غير فقر الدم. طاح فيا النص، وداك الفرحه رجعت لي حزن، حيت سحاب لي انا حامله، وكنت كنقول 80% انني حامله.
بقيت كنفكر شنو دابا غادي نقول لعكوزتي من غتعرفني ما حاملاش. شد لي راجلي في يدي وقال لي ما يبقاش فيك الحال، حنا مازال صغار، الحياة كلها قدامنا، المرة الجاية إن شاء الله غتكوني حاملة وغادي نفرحو كاملين. رجعنا للدار، دخلت لبيتي وهو عيطات عليه مو، بقات كتهضر معاه معرفتش شنو كانت كتقولو، المهم بقاو كيهضرو. السيدة من نهار اللي عرفتني ما حاملاش ولات غير قلبها وجعها عليا. وراجلي كان كيجي يطلع عليا في بيتي وكيسولني كي بقيتو هادي، قال لي وما ستيش على الوالدة، غير هي كانت باغية تفرح بينا، وإن شاء الله المرة الجاية تكوني حاملة وتنسى هادشي كامل اللي وقع. قال لي شنو بالك، لبسي حوايجك راه نخرجو نبدلو الجو شوية. داكشي اللي كان، نوضت لبست حويجاتي وخرجنا، دوزنا انا وياه وقت زوين مع بعضياتنا. حبي ليه كان غادي وكيكبر نهار بعد نهار، منقدرش نتصور حياتي بلا بيه. عمتي من داك النهار وهي ما حاملانيش، ونهار ما طاب وهي كتخلط في داك العشوب وداك الشي وكتعطيني نشرب، كتقولي شربي هاد العشوب راه دوا يحيدو لك البرد وهادي. كنت كندير لها خاطرها وكنشرب. المهم بقيت على داك الحال وانا ما كان كيهمني حتى حاجه من غير راجلي. بقينا جارين وداز عام على زواجنا وكل شي غادي مزيان الحمد لله. حتى النهار جلسنا انا وراجلي بقينا كنهضروا وهو يقول لي سلوى خاصنا نمشيو عند الطبيب باش نشوفوا علاش مازال ما حملتيش. قلت له واخا مرحبا ما كان حتى شي مشكل. قالت لي الصباح داكشي اللي كان، مشينا لبسنا حويجاتنا مشات معنا حتى عمتي، دوزات عليا الطبيبه بقات هكا كتشوف وهي تقول لي ما تقدريش تحملي مادام في هاد الفتره هادي. هضرتها طاحت عليا بحال الصاعقه، ما قدرت نقول حتى كلمه. كنشوف راجلي وهو مصدوم، قالها واش ما عمرها تقدر تولد؟ قالت له لا انا ما قلتش هاد الهضره، هي عندها تكيس المبيض خصها دير شي تحاليل وتتبع شي دواء وهادي ويكون الخير ان شاء الله. وهو يقول لها وهاد العلاج شحال غادي ياخد ديال الوقت؟ قالت له على حسب كل وحده وشحال، كاين اللي 6 شهور كاين اللي عام كاين اللي عامين. قالت له تقدر توصل حتى ل5 سنين ولا 10 سنين. جاوبها راجل هو مصدوم قالها 10 سنين. صافي هاديك لبست حويجاتي وخرجنا، خرجت مرفوعة ربي اللي عالم بيا. رجعنا للدار مع الدخلة عيطات عمتي على ولدها، هضرت معاه ما عرفت شنو قالتلو. دخل عندي راجلي وهو مبدل، بغيت نهضر معاه قال لي ما فيا الله يهضر عيان، حتى من بعد فيا الناس دابا باغي الناس، وانا كنت عارفه ما فيا لا ناس لا حتى شي حاجه، غير طالع له الدم من داكشي اللي قالت لنا الطبيبه وما باغيش يهضر. صافي خليته على خاطرو، ما بغيتش نفتح معاه الموضوع. ليلة كلها كنتقلبو ما بغاش يجينا الناس، عاطي لبعضياتنا بالدار وساكتين. وحتى انا كنفكر حتى طلع الصباح، ناض لبس حوايجو وخرج بلا ما يقول لي حتى صباح الخير. في ذاك اللحظة كنت محتاجة له بزاف يعنقني ويسمع لي، ولكن ما عطانيش فرصة. خرج من البيت ومشى. بقيت واحد شوية فقت حتى انا لبست حوايجي وخرجت، لقيت حتى عمتي ما كايناش وحتى هي خارجة، ما عرفتهمش فين مشاو. فطرت جمعت الدار وجدت الغدا، ساليت واحد شوية وهي تجي داخلة ودخل معاها حتى راجلي. فرحت بزاف من شفتو ولكن وجهه ما كانش ولا هذاك وما عجبنيش. دخل البيت ومشيت تبعتو باش نهضر معاه وهو يقول لي سلوى من الاحسن سيري لداركم جلسي معاهم شي ايامات حتى تحسي براسك بخير ونجي ناخدك. قلت له لا انا راحتي معاك وبغيت نبقى قدامك. قال لي عافاك ما تزيديش تصعبيها عليا. شديته في وجهي
وجات عيني في عينيه، قلتلو محمد واش كتبغيني؟ قالي كنبغيك بزاف، دابا غير سيري لداركم يومين ونجي ناخدك. قلتلو صافي واخا ماشي مشكل، ولكن تبقى تجي تشوفني حيت واخا غير يومين غادي نتوحشك بزاف. وهو يشدلي في يديا، سلم عليا وعنقني وزير عليا بحال تقول ما عمرو غادي يعاود يشوفني، وعينيه تغرغروا بالدموع. جمعت حوايجي اللي غادي نحتاجهم في داك اليومين وخرجت. سلمت على عمتي باش نقول لها بسلامه. بانت لي السيده فرحانه، قالت لي بسلامه وبلغي السلام لداركم. صافي هذيك مشيت استني راجلي ورجع. دخلت لدارنا، سبحان الله بحال الله عمرني عشت فيها ولا كبرت فيها. حسيت بقلبي تصير عليا ومخنوقه. سلمت على ماما وبابا وخويا، دخلت لبيتي، ولكن حسيت بشي حاجه ما هياش. دخلت عندي ماما وبدات كتبكي وكتندب، كتقول لي الله يا بنيتي على ظهرك، الله يا بنيتي. بقيت كنسكت فيها، قلت لها صافا ماما، هادشي كله غادي يدوز وان شاء الله ربي غادي يرزقني بشي بنيته ولا شي وليد، وهادشي كله غادي يبقى غير تعاويد وتما عاد غادي نفهم. انني ما كنت عارفه والو ومقلوبه عليا القفه. عرفت انا راجلي تخلى عليا وسمح فيا فاش عرفني ما نولدش. ما قدرتش نستوعب ان راجلي غادي يتخلى عليا بهاد البساطه كلها. ماما كتصبر فيا وكتقول لي ما عندك ما ديرها بنيتي، زهرك هو هذا. دخلت في واحد الحاله، بقيت كنغوت وكنبكي، كنقولها ما يمكنش ما يمكنش راجلي يسمح فيا وهو كيبغيني وكيحماق عليا. هزيت راسي وكنت باغيه نمشي لعندو باش نفهم منه شنو واقع، ولكن بابا وخويا ما خلاونيش وسدوا عليا الباب. بقيت كنبكي وكنغوت. صرفقني بابا وقال لي صافي بركه فيقي، راه راجلك غادي يتزوج وكان باغيك، ما غاديش يسمح فيك على قبل الولاد. هدرت بابا دخلت لقلبي بحال القرطاس، ما قدرش نسيق. حبنا وعلاقتنا كانت زوينه بزاف، ما يمكنش يتزوج ويخليني. حسيت بالدنيا كدور بيا وبقات كتبان لي غير بابا، حتى طحت وغيبت. ما ضربتني فيقه، لقيتهم كلهم دايرين بيا وخايفين عليا. قرات عليا ماما القران وبقات جالسه قدامي. داز داك النهار عليا كحل. غد لي الصباح فقت كنسمع ماما كتهضر مع واحد جاراتنا، كل وحده شنو اللي كتعطيها وصفه، كتقول لها هادي اللي كتقول لها ديري لها الرقيه، ها هادي مسكينه ويلي طلقات وهي مازال صغيره ما شافت ما تشوفت. المهم راكو عارفين داك الهضره. رجعت لبيتي وسديت عليا وبقيت كنبكي ربي اللي خلقني. واستعرفت ان اليوم الخطبه ديال راجلي ومازال ما قادراش نسيق. كنقول هاد الشيء غير حلم وغادي نفيق. ما يمكنش انا جايه غير باش نجلس في دارنا نرتاح حتى غنلقى راسي غادي نطلق. ما حسيت براسي حتى بديت كنغوت على حر جهدي. جات عندي ماما كتجري وبابا وخويا وانا عاوتاني طحت وغيبت. فقت لقيت راسي ناعسه بوحدي وكنسمع غير الهضره ديال بابا وماما في نفس الموضوع عاوتاني، وانا نسمعهم كيقولوا راه وصلت للاستدعاء ديال الطلاق، ما عندنا ما نديرو، بنتنا ما كتولدش والسيد من حقه يتزوج. وبابا قال لماما ما تنساش السيد راه ولد اختي وانا ما قاد على صداع ومشاكل. بنتنا هي معنا عايشه معززه مكرمه وهو الله يسهل عليه. صافي سالينا وسدي عليا هذا الموضوع، ما نعاودش نسمعك كتهضري عليه في داري مره اخرى. انا سمعت كل شيء، كنبكي مور الباب غير بشويه باش ما يسمعونيش. وكنت عرفت ان اليوم الخطبه ديال راجلي. خرجت بلا ما يشوفوني، غاديه كنتمشى وانا مرفوعه، كنتمشى وانا غير كرمي في رجليا.
قاطعة الطريق الطوموبيلات كيكلاكسونيو عليا وكيغوتوا شوفي قدامك واش عمية واش ما كتشوفيش. أنا فعلا في داك الوقت كنت عمية وما كنشوفش قدامي. حاجة وحدة في بالي، هو راجلي. وصلت لدارهم، غير وقفت تأكدت أنهم كيحتفلوا عندهم شي مناسبة. الباب ديال الدار محلولة والدخل والخارج والهراج. بقيت كنتمشى غير بشوية حتى وصلت للباب، طليت غير بشوية. الدار عامرة بالناس والموسيقى والزغارت. بقيت كنقلب عليه حتى كيبان جالس بارز قدام خطيبته وداير يدو في يديها ولابسين الخواتم ودايره النقش وحاطين التمر والحليب وناشط مع راساتو كيضحك. والصدمة الكبرى، العروسة كانت بنت جارتنا، وكنت انا وياها صحابات. كتجي لعندي كنجمعوا انا وياها، كنخرجوا كندخلوا بزوج ما كنتفارقوش ومتفاهمين بزاف، وحسبها بحال اختي. ما عرفتش كيفاش حتى وافقت تزوج به. طلعت عينيها وشافتني وزادت قربت لعندو وشدت فيه بحال كتقول لي هانا خديته ولا دابا ديالي. شافني حتى هو تصدم وتلون بحال شاف شي جن. وقف بالزربه وجا لعندي، شدني من يدي وخرجني جراني. تعامل معايا بحال واحد القسوه. اول مره نشوف داك التعامل ديالو معايا. قال لي شنو جايه كديري هنا؟ وانا نقول له شنو هادشي اللي واقع؟ قال لي واش ما وصلتكش الدعوه ديال الطلاق؟ انا وياك صافي سالينا وغادي نبدا حياتي جديده. بغيت نعنقو وقلت له صافي بهاد السهوله قدرت تبعد عليا؟ فين مشى الحب اللي كان بيناتنا والوعود اللي وعدتني؟ وديما كتقولي ما تفرقنا غير الموت. قال لي ما كان لا حب لا حتى شي حاجه، ما يمكنش نكمل حياتي مع وحده عاقره وما كتولدش. انا باغي نتزوج مرا نولد معاها وليداتي ونحس بالاستقرار، ما بغيتش نعيش الحب بلا ولاد. قلت له حرام عليك، انا كنبغيك، عافاك، عطينا فرصه. قبل ما نكمل هضرتي حتى كنحس بشي واحد جارني من يدي، وعمتي كتقول لهم جريو عليها قبل ما تشوهنا قدام الناس ودير لنا شي فضيحه، ديوها عليا من هنا. بقاو كيجروني بحال شي بهيمه وهو كيشوف فيا كنجرجر قدام عينيه وما تحرك فيه حتى شي حاجه. رجعوني لدارنا وانا مرفوعه بكثرة الصدمه وداك المنظر اللي شفت بعينيا. ضرباتني الدنيا 2 ضربات. المره الاولى فاش عرفت راسي ما كنولدش، والمره الثانيه ملي اكتشفت ان الحب ديال راجلي غير حلم كنت عايشه فيه وكل شي مشى بين ليله وضحاها. بحال عمرني عرفتو. حياتي تقلبات 180 درجه. فاش وصلوني للدار لقيت بابا وماما كيقلبوا عليا وخايفين الا توقع لي شي حاجه. بابا غير شافني جا لعندي مباشره وصرفقني. انا بكسرت داك العافيه اللي كانت شاله في قلبي، كاع ما حسيت بداك التصرفيقه ديالو. كنت كنتمنى حاجه وحده في داك الساعه، نموت ونرتاح من العذاب اللي عايشه فيه. كنت عايشه فرحانه ناشطه مع راجلي حتى كنلقى راسي كنطلق وحياتي كلها مرونه. دخلت لبيتي وسديت عليا وكنسمع الغواس ديال بابا كيخاصم وكيهضر مع ماما. تكيت وبقيت كنتفكر راجلي وهو بارز وفرحان كيضحك مع مراتو جديده. خويا الصغير كان هو الاقرب واحد ليا، كان حنين بزاف، ومين شافني في داك الحاله بقيت فيه. دخل عندي وقال لي عارفك اختي، طلبي مني اي حاجه بغيتيها تقدر تريحك انا مستعد نديرها لك، المهم ما تبكيش، والله ما يستاهل دموعك غاليين. في ذاك الوقت الحاجه الوحيده اللي جاتني في بالي هي نمشي للبحر نتنفس شويه، حيت كنت حاسه براسي مخنوقه وصدري مصير عليا. قلت له عافاك اخويا ديني للبحر وما تقولهاش لبابا. مشى هضر معاهم ورجع لعندي قال لي يلاه نمشيو. ما عرفتش كي دار قنعهم.
أنا عارفة حتى هما كيتعذبوا بحالي وبقيت فيهم، غير ما كانوش كيبينوا. خرجت أنا وخويا، غير وصلنا وضربني داك الهوا ديال البحر وشميت ريحتو. بديت كنغوت على حر جهدي. خويا غير ساكت مسكين وكيشوف فيا، خلاني على خاطري. شوية دخلت للبحر بحوايجي، مع أنه كان شهر 2 والجو بارد. أنا داك البرودة ديال الماء خلاتني نحس براحة كبيرة. بقيت شوية، تبعني خويا وخرجني من الماء، عنقني باش نسخن شوية حيت كنت كنترعد بالبرد. شافونا شي دراري مساكن وجاو عندنا، عطاو لخويا فوطة غطاني بها ورجعني للدار. دخلت مباشرة للدوش ودوشت بالماء بارد. خرجت حسيت بداتي كلها كترعد عليا وما قاداش نوقف على رجليا. تكيت في بلاصتي وداتي كلها كترجف وحاسه براسي عيانه. حاولت الناس ولكن ما قدرتش. ماما مسكينه ليلة كلها وهي حدايا كتقلب فيا حيت كانت شاداني السخانه وما بغاتش كاع تهبط، وبحال بقيت كنعترف وكنعيط غير على سميتو. من شافتني ماما في داك الحال وزاد عليا الحال خافت بزاف وعيطات على الاسعاف. داوني للسبيطار، دوز عليا الطبيب وقال لهم عندها نزله قويه ديال البرد، خصها ضروري تبقى في السبيطار شي ايامات حتى تستقر الحاله ديالها عاد تخرج. بقيت 3 ايام وانا ناعسه في السبيطار، ما كناكل ما كنشرب، عايشه غير بالسيروم وانا في داك الحاله وما حيدش من بالي. عينيا غير على الباب، كنقول مع راسي دابا غادي يجي يشوفني ويعنقني ويقول لي انا معاك. كان معايا خويا الصغير وقلت له عافاك اخويا، هضر معاه وقول له راني مريضه وناسه في السبيطار، يمكن يحن قلبه ويجي يشوفني. قنعته واخا في الاول ما بغاش. اتصل بيه وقال له الو راه سلوى مريضه وناسه في السبيطار. وانا نسمعو قال له الله يشافي وقولها تحيدني من بالها وبركه من داك التبرهيش ديال الدراري الصغار. قطع عليه. دازت داك الايام وليت شويه لاباس. ونهار اللي غادي نخرج من السبيطار مشى خويا شدنا طاكسي انا وماما وبابا، ركبنا وانا غير ساكته ومرفوعه. مول الطاكسي كان طالق القران وما تسمع ودني غير داك الايه ديال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم. كانت بالنسبه لي بحال الاكسجين، حيات فيا الروح وعطاتني جرعه كبيره من الصبر والقوه. وصلت للدار، توضيت وصليت ودعيت الله هو اللي خلقني وقادر على كل شيء. رضيت بالقدر ديالي وعيت نفسي انني نتبع صلاتي وندعي الله يفرجها عليا. ما بقيت باغيه والو من هاد الحياه، غير نرتاح ونخرج من هاد العذاب اللي عايشه فيه. كنت كل ليله الناس كلها ناعسه وانا كنفيق كنتوضا ونصلي، كندعي الله وكنبكي من قلبي. واحد الراحه ما نقدرش نوصفها، غادي يحس بها غير اللي مجربها. راحه زوينه من كتصلي وكتخشعي وكتدعي الله من قلبك، كتحسي براسك قريبه منه بزاف والدعوه ديالك مستجابه. هاد لي الصباح كانت عندي الجلسه ديال الطلاق. لبست حوايجي ومشى معايا بابا. ما كانتش سهله بالنسبه ليا ولكن ما كان عندي ما ندير. الحمد لله على كل حال. لقيتو جاي وجايب معاه خطيبته. دازت الجلسه الاولى، درنا الاجراءات ديال الطلاق وطلقنا، كل واحد مشى في طريقه. كان صعيب عليا الحال بزاف ولكن كان ديما السلاح ديالي هي الصلاه والدعاء. فاش طلقنا سالينا وانتشر الاخبار في العائله، كل واحد شنو كيقول. ها اللي كيقول مسكينه وهادي، ها اللي كيقول عاقره ما كتولدش، ها اللي كيقول هادي. المهم راكم عارفين من كتطلق المراه والراجل كاع الاخطاء كترجع غير للمراه مسكينه، اما الراجل ديما بريء وما عليه حتى شي حاجه. المراه مطلقه كلشي كيقلل منها والمجتمع ما كيرحمش. بقيت جاره، دازت المده
حتى النهار اللي غادي تجي عندنا عمتي كتعرض علينا بلا حشمة بلا حياة العرس ولدها. قالت لوالديا مرحبا بكم وشافت فيا، قالت لي انتي ما كننصحكش تجي حيت غادي غير يضرك خاطرك ويبقى فيك الحال، اللهم بلاش جلسي في داركم. جاوبتها وصوتي بحوح، قلت لها مبروك عليه والله يسخر. ما قدرتش نتصور ان وحده اخرى غادي تنعس في بيتي وفراشي وغادي تكون مع راجلي. بغيت نحماق ونصدى، مشيت توضيت وصليت ودعيت الله يفرجها عليا ويعوضني. جا النهار ديال العرس، والديا حتى هما ما مشاوش، بقيت جالسه وتفكرت نهار عرسنا انا وياه. سبحان الله، الحياة كي دايره في شكال، بكيت حتى عييت. صليت وقريت القرآن ودعيت الله يعوضني وينسيني فيه. وقفت قدام المراية، تخلعت في راسي، طافيت تباليت صفاريت بعد ما كنت وجهي ضارب بحال القمرة، حيت ما بقيت لا كناكل لا كنشرب لا كنعس. هدرت مع راسي وقلت ما يمكنش غادي نبقى على هاد الحالة وهو عايش حياته. توقدت بعد ساعة هدر راسي أنني نعاود نوقف على رجليا من جديد. دازت المدة ووصلتني الخبر أن مراتو حاملة. فرحت له من قلبي، الله يسهل عليه. واحد النهار جات عندنا واحد السيدة من العائلة ديال ماما، كانت رزينة وكلامها موزون وكتجلسي معاها سبحان الله كتحسي بالراحة. هدرت معايا وقالت لي بنتي سلوى، الطلاق ماشي نهاية العالم، الحياة كلها مازال قدامك وانتي مازال صغيرة. نوضي كملي قرايتك ولا شوفي شي خدمة خدميها، عمري وقتك، ما تبقايش سادة عليك في الدار. هدرتها ريحاتني بزاف وشجعتني. قالت لي راها كاينه واحد المدرسه محتاجه شي وحده تقابل داك الوليدات الصغار ديال الروض. عجبتني الفكره ديالها وقلت علاش لا، من ربي ما كتبليش الوليدات نربي الولاد الناس، المهم نكون معاهم وقريبه منهم. ولكن عندي مشكل واحد هو بابا، ما عرفتش واش غادي يوافق ولا لا، حيت راكم عارفين البلاكه ديال المطلقه كيكثر عليها القيل والقال بزاف. فكرت بزاف وقلت ضروري خاصني نخرج من هاد الدوامه. هضرت مع خويا باش يمشي يهضر مع بابا ويقنعو، ولكن ما بغاش، وداك الامل اللي كان عندي طفى. استسلمت وسديت عليا في بيتي، وكما العاده بقيت عطيها اللي بكى. جلست عندي ماما، قالت لي نوضي سديها الشاي، قلت لها ما عنديش شاي. سدات الباب ومشات شويه حتى كيدخل عليا بابا، عنق لين عنده وقال لي بنتي انت راكي نور عينيا، ولا كانت الخدمه غادي تكوني مرتاحه فيها خدمي، ما عنديش مشكل، ولكن عندي شرط واحد. قلت له شنو هو؟ قال لي غتوعديني تحافظي على شرفك واخلاقك وكيما ربيتك، ما ديريش شي حاجه اللي غادي تخليني نغضب عليك. قلت له ما تخافش بابا، ما عمرني ندير شي حاجه تقلقك. فرحت بزاف وضحكت واحد الضحكه من القلب اللي شهور ما خرجت من فمي. رد ليه، مشيت اتفقت معاهم وبديت الخدمه. اول نهار داز زوين بزاف وكنت فرحانه وانا في وسط داك الملائكه الصغار، وحتى هما بالسربه ولفوني وتقبلوني، حيت كان عندي ليهم خاطر بزاف وكان عزاز عليا الدراري الصغار. وحتى المديره عجبتها، كنت مرتاحه وانا خدامه في داك الخدمه. كان واحد المعلم حتى هو كيقري الدراري الصغار ديال الابتدائي، ولاحظت انه حط عليا العين، ولكن انا ما عطيهاش وقت وداخله سوق راسي. كنقول انا مطلقه وعاقره، شكون غادي يبغي شي وحده بحالي؟ حتى النهار اللي كنت خارجه وهو يتبعني، قال لي سلوى انا نجيك نيشان، من اول مره شفتك عجبتيني وبنتي لي بنت مرزنه وثقيله وداخله سوق راسك وناوي معاك المعقول وما لقاش ما احسن منك. صدمت وجاوبته مباشره،
قلتلو راني مزوجة ومطلقة حيت ما كنولدش. واش نتا عارف هاد الشي؟ قالي عارف وباغيك، انتي غير وافقي. صدماتني هضرتو وما كنتش عارفة انهم باقيين شي رجال بحال هكا في الدنيا. قلتلو ان شاء الله يكون الخير. قالي انا غادي نهضر مع مالين الدار باش نتفقوا ونجيو لداركم. غد ليه الصباح لقيت واحد المراه واقفه قدام المدرسه، عندها داك الستينات في عمرها. عرفتها انها الوالده ديالو. شافت فيا وجات سلمت عليها كي دايره لاباس بخير. بقينا كنهضروا هادي وهي تسولني قالت لي شحال في عمرك؟ قلت لها شحال. كانت واقفه معايا واحد صاحبتي هضرت معايا وقالت لي وان شاء الله عسى وربي يعوضك على كامل داكشي المشاكل اللي عشتيهم مع راجلك الاول. وهي تشوف فيا موت داك السيد. قالت لي علاش؟ واش انتي سابق لك تزوجتي؟ قلت لها مزوجه ومطلقه حيت ما كنولدش. السيده تصدمت قالت لي والله يسهل عليك بنيتي، انتي ما غاديش تقدري تولدي. وانا الصراحه بغيت نشوف حفايدي ونفرح بيهم بحالي بحال اي وحده. الله يجيب لك ما احسن، ولدي ما يصلحش ليك. قلت لها امين خالتي. بقى فيا الحال ولكن ما بينتش. مشات بحالاتها ودخلت حتى انا خدمت خدمتي. العشيه فاش جيت خارجه وهو يوقفني عاوتاني قال لي سلوى انا باغيك ومستعد نزوج بيك واخا الوالده ما بغاتش وهادي وهادي. قلت له سمعنا ولد الناس نقول لك الله يسهل عليك انا ما نصلحش ليك والوالده ديالك راه عندها الحق. سير الله يسهل عليك في شي وحده اللي غادي تعيش معاها الحياه وتولد معاها الوليدات. اما انا راه ما كنولدش. قررت انني نعيش مع راسي ونخدم في وسط داك الوليدات الصغار اللي وجههم عامر براءه وكيعطيوك حب حقيقي ما فيه لا كذوب ولا نفاق.